هنان هي امرأة بربرية من جهة التافيلالت في الأطلس ماروكا. تين هنان هم التوارق. أما قصة تين هنان التي يرويها التوارق ترى أن تين هنان كانت امرأة مسلمة تركت تافيلالت، وهي منطقة في جنوب الأطلس المغربي، أين ولدت وجاءت نحو الهجار مصحوبة بخادمتها الأمينة تاكامات. وقد أرجع ابن خلدون أجداد التوارق إلى الصنهاجيين وسماهم بصنهاج الملثمين، ويقول عنهم: هم الموطنون وراء الرمال الصحراوية بالجنوب، اتخذوا اللثام تميزا بشعاره بين الأمم. يقول ابن بطوطة: هم قبيل من البربر لا تسير القوافل إلا في خفارتهم، وهم رحال لا يقيمون. ولكن رغم هذا يبقى الاعتقاد السائد لدى أغلبية التوارق هو انحدارهم من امرأة تعرف باسم تين هنان، فهي جدتهم الأولى التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته، والتي أسماها تكشي العرجاء، جدة صنهاج الملثمين. معلم تين هنان هو معلم منفرد في الأهجار ومميز في الصحراء الوسطى كاملة. في الأهجار يعتبر كالشاهد الأول عن وجود فن العمارة في هذه المنطقة اللي تجهل فن العمارة، واللي السكان تاعها كانوا يعرفوا بأنهم رحال. وكذلك مميز قلنا في الصحراء الوسطى كاين بعض أجزاء المعلم عندهم فضاءات اللي تشير إلى أصناف غير موجودة في الصحراء الوسطى، ولكنها موجودة في الشمال الإفريقي، وكذلك نقدر نقولوا موجودة كاع عبر شريط البحر الأبيض المتوسط. هذا زيادة إلى الجانب المعماري. هذا المعلم مرتبط بشخصية تين هنان. إذا قلت الدراسة اللي قمنا بها سمحت لنا باش نلحقوا نتائج جديدة أن هذا المعلم كانت عنده عدة وظائف عبر التاريخ. في البداية أصلا هذا المعلم كان عبارة عن حصن أو كما يسمى أي قصبة